لازم تبوس ايد عمي بالاول، وبعدين ببقى بتواجه معك راس لراس. قلب أصلان، مبين عمك ما بده اياه يبوس ايده. اوصوا بقى. عمي هلا عديم الشرف ما قتل البنت يلي بحبها بهي السهولة. معناته اوصوا بشي مكانين ثلاثة بينزف ليصفي دمه. خلصنا بقى يلا. ابني شو عبالك تساوي؟ بدي اخده لعند اونال كابلان. والسبب؟ شو السبب؟ قال أصلان السيد أونال أعطاك الحق بالانتقام. أنا بقول له إنك حبيت تاخده لعنده، بس برأيي ما في أي لزوم. ساوي يلي بيخفف ألمك. قتله بيخفف ألمي، بس ما بعتقد رح يساعدني إني أنسى غضبي. خذ مني شو ما بدك، بترجاك. مالي وملكي بيصير إلك، بس خلوني روح من هون. رح تروح. استنى شوي بس، رح ابعتك على جهنم. سهر تعال. نعم الياس. تعال الزق له تمه، ما بدي اسمع صوته. هلا بيحكي شي كلمة غلط. اخي ما بيتحمل، بيقوس. سيد أوزار، اتصل بالسيد أونال. صهر؟ ايه شو كل هاد؟ لا تخاف، بدبر حاله بيتنفس. ايه بس من وين بده يتنفس؟ من أدانه يعني؟ ايه تعال، شو مخططك لحتى بدك تاخده لعند أونال؟ أوزر مو هون، احكي. اسمعني عمي، أونال عطاني حق الانتقام إلي أنا. ليش؟ مشان يحمي نفسه ويخلي فيكتور عدو لإلنا. رغم كل الأحداث اللي صارت، أنت قدرت تفكر بهذا الشيء بكل هدوء؟ عمي أنا من وقت ما قعدت على الطاولة وأنا عم فكر بهالشي كله. بس ما تكون حضرتك عملت هاي الخطة مشان تترك الطاولة. قلب أصلان، يعني اللي عم تقوله رح تاخد هالحقير لعند أونال ورح تكمل قعدتك على الطاولة كأنه أنت نائبه لأونال، هيك قصدك يعني؟ عمي الياس، مو وقت هذا الحكي. برأيك أنا هلأ همي وين بدي أقعد؟ أنا مو مثلك، ما بعرف خطط، وهيك أمور ما فيها أمل، وعمليات النقل ما بقتنع فيها. أول شي ربط هالحيوان، وبعدين تعا خده، وفيك تقوصه إذا ما تحملت، وبترميه على طرف الطريق، وهيك بيضيع الرجال أحسن. ولك الياس، ببوس ايدك انه لا بقى تتمادى. ريس استغفر الله، أنا عشت هاي القصة قبل مشان ما خلي الشاب يعيش نفس الشيء اللي عم قوله. خليه على المضمون. السيد أونال قال هو
راح ينطركن بحديقة داريجة وراح يطلع لهونيك فورا. تعال يلا قوم حرك. ليش ما خلصت الموضوع بإيدك؟ أنا أخذت بتاري وهلأ تارك. شو ما ساويت ما رح تشفي غليلك منه. بالضبط. نحن بنشبه بعضنا شوي. ساووا بسرعة اللي بدكم تساووه، الرجال رح يموت من النزيف. انت بتعرف شو أطيب أكلة بيحبوها النمور؟ اللحمة اللي بينرمى قدامهم، الفريسة اللي بيقتلوها أطيب شي عندهم. ومن هالجانب في كتير نقط مشتركة بيننا. الله لا يموتنا مثل هيك موتة. آمين يا صهر، آمين. بهالدنيا الحيوان الوحيد اللي بيقتل أكتر من حاجته هو الإنسان. الحيوان اللي بيقصد بكلامي هو أنت. رح تموت بالطريقة اللي بتستاهلها، منتف ومقطع.
انت هون توبراك؟ خير ان شاء الله، في شي صاير؟ أنا جاي مشان نحكي. اهلا وسهلا. حابب أعرف شو قررت بخصوص حكينا، يعني الأمور التجارية. ما بقدر اشتغل بالتجارة. إيه ما راح تقدر تشتغل لأنه بينضرب شغل السلاح تبعك. ليش مين فينا بيعرف ورا مين بيروح إلكار بلا ما يترك خبر عند حدا؟ توبراك، انت جاي تلف وتدور، احكي الشي اللي بدك تقوله. مو جاي لف ودور، جاي اقول لك اني حابب نكون سوا بكل شي عم نسوي. انا ما بساوي شي مثل مو شايف. حاجتك إلكار؟ حدا بيجي بيقول لك رح اعطيك 10 اضعاف وانت بتروح بتقدم كل شي هيك بدون مقابل؟ رح اكتشف كل ألاعيبك. رفيق عنده خبر انك جيت لعندي بخصوص هذا الشي. لا، اجيت لعندك بدون ما حدا يعرف. منيح، رح احكي لك، بس اذا حدا بيعرف بالشي اللي بدي احكيه تليفون مني رح تكون تحت التراب قبل ما توصل على بيتك. اتركني هلا من تهديداتك وتلفن لرفقاتك وحاكيهم بسرعة. رح نبلش من عند رجال اسمه فيكتور. ايه تمام، بلش. من فترة اجى لعندي رجال اسمه فيكتور قبل ما يطلبني السبيري، وقال لي المعلم عم بيفكر يخليك محل السبيري. وانا استغربت، ما صدقت هاد الشي. وبعد دقيقتين اتصل بحدا وعطاني الرجال تليفونه، وكمان قال لي وقتها انت سلم السبيري للطاولة وانا بوعدك اني خليك محل السبيري. يعني فيكتور قرر يصفي السيبيري؟ لهيك كان السبيري مكركب بهالفترة. طيب وانت شو قلت لهم؟ انا بدون ما اقول شي عطوني الجماعة 100 مليون دولار. شو عم تقول؟ وقالوا لي كمان اللي رح يكون معك بياخد 50 مليون دولار. ايه، وشو رح يكون مقابل هذا الشيء؟ يلي بدك اياه توبراك، التجارة. التجارة، تمام. أنا بصراحة مليت من دواسيس ونال على الطاولة، ومليت كمان من كل قرايبين خضر يا أخي. بس إذا بتلعب بديلك معي صدقني ما رح تعيش. أما إذا كنت صادق معي بكلامك هاد معناتها رح نربح سوا كتير.
رح نربح كثير إيلكار، رح نربح سوا. معناتها بكرة أكيد رح يقيموا لها قلب أصلان كمان. هي عم خبرك. كيف يعني؟ شو صار لك؟ كأنك تفاجأت. بس بوجود السيبيري خضر ما راح يترك ابن أخوه لحاله 5 دقايق. السبيري كان وجبة للنمر قبل شوي. قصدك أونال ما هيك؟ لا، نمر حقيقي، وأونال اللي رماه. إيلكار، أنا وياك لازم ندير بالنا منه مشان ما نصير وجبة للتماسيح. هذا أونال مجنون. فيكتور قال لي إنه هو بيتفاهم مع أونال بشي مكان. هو بلش بابن أخ خضر شاكر بيلي ورح يخلصوا على الكل. وكيف رح يكون الشغل؟ وأنا سألت هالسؤال، قام قال لي بدي أسألك، أنتوا الأتراك وقت بتنتقموا لوين بتروحوا؟ لعند الشخص اللي انتقمنا مشانه. الجريح بيروح على المشفى والميت بيروح على التربة. فهمت هلأ؟ هلأ أخذت بتارك وخليت أونال يشاركك، وهلأ كمان عم تخطط. احكي لي بشو عم تفكر، وخلي هالبرود يلي فيك ينتهي، لأنه بكفي لازم نتحرك. خطتي ما كانت بس اني امسك السيبيري وانهي حياته. اونال له يد بموت اوزلام كمان. كبر عقلك قلب أصلان، الرجال خسر بنته. قلت لي خسر بنته يا عم الياس؟ هو كان ناوي انه يخلص مني انا، هي نيته. هو كان بده اياك تقتل السيبيري وانت عملت هالشي. هذا الرجال ما بده عمي خضر، ولا حتى انت ولا انا نكون عايشين لليوم. بس ما عم يتجرأ يعترف بهالشي. شو بدك؟ إذا ما مات أونال تاري ما بكون أخذته، وبعد ما يموت ممكن أنا أروح على جهنم أو ممكن صير برات البلد، بس ما رح تفرق معي بعدها. قلب أصلان، عمك عم بيقول لك إنه أنت خسرت البنت يلي بتحبها، وأنا ماني حابب إني أخسرك بنوب. وأنا فهمت هالشي، والله فهمته، بس هلأ صرت كبير. لك انت شو؟ انت شو؟ كل همك تنتقم وبس، شبعت؟ عمك عم يسألك انت شو؟ بالنسبة إلي القصة قصة انتقام وبس، بس هذا أونال رح يقتلنا كلنا. انتوا عندكم خطة تانية؟ لا، بما انه انت الوحيد يلي بتفكر فينا، خطط وساوي يلي بدك اياه. معناها اقترحوا انتوا وخلوني كون معكم بالشيء اللي خططتوا له. ايه، ليش مانك نائبه لأونال الوحيد؟ ليش بدك نحكي لك عن خطتنا؟ ليك قلب أصلان، أنا رح حاكيك بصراحة. الخطة يلي ببالك أنت إنك ترجع على لندن بأسرع وقت وتصير هنيك رجل أعمال كتير كبير، مو هيك؟ عن أي أعمال عم تحكي أنت؟ العقارات مثلا. الظاهر ما عرفت اشرح. فهموني شو هالخطة يلي رح تعملوها؟ شو هالخطة يلي رح تحافظ على حياتكم؟ كل اسبوع بدي انزل احضر جنازة حدا فيكم؟ انت عم تشوف الامور من برا، لهيك مفكر انه هالشغلة بتنحل بيومين. نحن من زمان بهذا المجال، من 20 سنة عم نخطط لنقتل أونال،
ومن 20 سنة عم نحكي إنه أونال رجال كبير ومو سهل، وكمان من 20 سنة بنعرف إنه لو ما كان أونال ما كنا. ومو بس هيك، ومن وقتها بنكرهه، بس من 20 سنة ما ساوينا ولا خطة غير اللي سواها عمك، ومن 20 سنة ونحن عايشين مثل الملوك. يعني يا قلب أصلان، نحن ما لازم نساوي خطة هلأ، لأنه بالعالم اللي عايشين فيه الخطط بتتغير بمجرد ما تضغط على الزناد وتطلع الرصاصة. فهمت عليك، يعني بدكن ياني روح. ليك بصراحة أنا ما بدي إياك تروح. أنت كتير ذكي وبتساوي شغلات جريئة، ونحن كتير بحاجتك بالعيلة، بس أنت واحد متسرع. انتوا ليش خايفين؟ فهموني ليش خايفين إذا أنا رح موت؟ أنا اللي خايف من موتكم كلكم هون. أنا يلي خايف عليك، وخايف إنهم يقتلوك، وخايفين منك لأنك ما عم تسمع الكلام، وخايفين عليك لأنه مو ماشي مع الياس، وخايف منك من إنك تكسرني، وغير هيك بكره القلق والخوف كتير يا قلب أصلاً. اسمع، فكر بخطة جديدة، بس طالعني من كل مخاوفي، وطالعني من كل شي بكرهه كمان. معك بس لبكرة. مرت أخي، خلصت الصلاة وبلشت الدعاء. الله يتقبل أمي. آمين. في شي صار اليوم وحابة تخبريني عنه؟ لا. انت في شي ببالك بدك تقولي؟ ايه، أنا اجتمعت مع نزلي اليوم. ايه، شو قالت لك؟ قالت إنه هي ما لازم تقرب على خضر أبداً إذا ما طلقني رسمي. حلو كثير إنك قلتي لها، برافو عليكي، بس يا ريتك قلتي لها إنه بعيلتنا ما في طلاق. ما قلت لها هيك. وليش بقى؟ قلت لحالي أنت عم تشوفيها بالسر وبتبقي أنت بتقلي لها. شو هالحكي؟ أنا ولا مرة رحت شفتها بالسر. شفت حفيدي ولبسته قطعة ذهب، وحتى كاسة مي ما قبلت إنه أشرب من عندهم. منيح، أنا ما رح ساوي شيء إله علاقة فيكي، ومن هلأ ورايح مين ما بيساوي شيء له علاقة بهذا الولد أو هي المرة، أنتي أو خديجة، رح خبر عمر وزينب فوراً. ومن هلأ ورايح بهالبيت كمان ما رح تشربوا كاسة مي. كل حدا لازم يلزم حده. الحفيد بيضل حفيد، وبعدين أنا ما طلبت كاسة مي من حدا. ما بقول غير للطفية، ولا هي كمان صارت بصفك. حتى منا ما عاد اطلب شي، انبسطي. انتي بتعرفي امي انه صدر البيت الك والعتبة النا. من هلا ورايح ما في الي غير مكان وحيد، القبر. خلص اتركوني، رح انتظر الساعة يلي رح تتطلق فيها هديك المرة وتخلصي منها.
وانت لوقتها رح تقولي لي الحكي نفسه. ما عاد بدي اياكي تقولي لي هالحكي ابدا. خلص ما عاد قوله، لا تاكلي هم شي. رح انهي هالقصة. اليوم رحت لعند المحامي، وقعت اوراق الطلاق. ووقت ابنك بيوقع بتكون انتهت علاقتنا. مريم شو قلتي؟ شو جنيتي لحتى عملتي هيك؟ نازلي، معقول هدول الجماعة يحترموكي؟ واضح انهم رح يعترفوا بالطفل وانتي رح يرفضوكي. شفنا هالشي. حماتك اجت على البيت وقت ما كنتي. ما هنن هيك لأنهم ما بيعرفوني. ما بيعرفوا أنا مين يا ران. مفكريني إنه أنا مرة راكدة ورا المصاري وبس. معك حق، بس بدك تزيدي احترامهم من خلال تقاربك مع مريم. رح أشتغل من جديد ورح طلع مصاري كمان، وما عاد رح التقي بخضر، لأنه أنا ما بدي إياه يبعد عن عيلته. مريم شو قالت لي من قبل؟ قالت لي أنتي مرة لحالك، وأنا في عندي عائلة كتير كبيرة. ما حق، بس اللي نسيته إنه هي اللي خسرت زوجها بإيدها، لأنه دائما بتقله إمتى بدك تروح وإمتى بدك تجي. ما كان في غير ميزة بتفرقني عنها، إنه هي مرة فارضة احترامها كونها زوجة وكونها أم كمان. بس اللي ما بتعرفه إنه أنا رح كون أم منيحة، وكل الناس اللي خاصمتهم مريم أنا رح أجمعهم حوالي، لدرجة إني رح كون محبوبة أكتر منها. بس الياس صعب يتقبلك. ليش مين بيعرف، بلكي هاد انت بتقنعي. يعني طالما بتكرهيه هيك بتاخدي بتارك. الياس. نعم أخي. أنا وين ارتكبت خطأ؟ بأي موضوع؟ كل هالقد كتار يعني؟ ها لا أخي، بس أنا ما فهمت شو قصدك. موضوع قلب أصلان ارتكبت خطأ. أنت ما ارتكبت أي خطأ بأي مكان. أصبح ليش صار هيك؟ أخي أنا يلي ملاحظه إنه ابن أخونا بطلنا نعرفه. شفت كيف؟ إذا ما بنعرفه معناتها في خطأ. في خطأ. أنا في بيني وبينه فرق كبير بالعمر. أنت ليش ما عرفته؟ ليش ما خليته يصير رفيقك ورحتوا تعرفتوا على بنات وأكلتوا مع بعض؟ يا حبيبي هلأ الشغلة انطبشت براسي، لأنه ما في بيني وبينه فرق بالعمر. أنا اللي طلعت عامل غلط. ما لا تاخد على خاطرك دغري. إيه عم حاول لاقي حلك أخي. أنا اللي كان لازم أخده وناكل ونشوف بنات مشان أعرفه. أخي هلأ أوزلام ماتت الله يرحمها ويغفر لها، وأونال قبل ما تتوفى كان مسفرة لأمريكا مشان يخلص منها. صحيح هي البنت هربت من الطيارة وراحت شافته لقلب أصلان بهداك الأوتيل، ماشي، بس قلب أصلان بحياته مو ملتقي مع أي بنت تانية. نحن ليش ما عملنا مثل أونال وقلنا له لقلب أصلان روح انقلع من هون على لندن؟ برأيك أنا تساهلت معه؟ أخي إذا كنت عم تدور على خطأ، الشيء اللي أنا بعرفه هو لازم الواحد يكون شوي قاسي، ما هيك؟ طيب شو ساوي؟ لازم يحمل حاله ويروح، ولما يصير إنسان طبيعي يرجع لعنا. هلا مو إنه أنا كمان ما عم فكر هيك.
من جهة تانية عم قول يا ترى غلطنا وقت اللي بعدنا الولد من هون؟ يا سيدي خطيته برقبتي، بيروح يعيش بلندن وعم يصرف مليون باوند بالسنة وعم يعيش حياته بكامل الرفاهية وعم يدرس بأحسن المدارس وبعدها نطلع نحن الغلطانين؟ إيه لا، ما في هيك شيء. هلا أنا مو قلت له يفكر بس لبكرة. الياس وأنت فكر كمان، هذا خطأنا نحن، ضروري نلاقي حل. شلون هيك خلى النمر ياكله؟ وشو بيعرفني أنا عليها؟ كل واحد بهالدنيا بيحاسب بطريقته. لأنه لقبه النمر، ومن قبل عاملها كتير. النمور عم تقطع وتاكل وما بيترك ورا دليل بنوب مدهش. بياكل له جمجمته كمان؟ وأنا شو بيعرفني ريها؟ ما شفت بحياتي نمر عم ياكل حدا. قلب أصلان بيكون انشفى غليله. أنا ما بظنه لقلب أصلان، من النوع اللي بيروق بهالبساطة يا ريحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تشرب لك كاسة شاي؟ في عنا شي للأكل بس خفيف؟ شي جبنة وخبزة؟ ايه أكيد في. ايه شو؟ قلي. شايف وقت النمور شبعت الأسود جاعت. مثل ما قلت صار، ما هدي ألمي ولا ثانية واحدة. الألم ما بيهدى، بس كنت متأمل يخف غضبك شوي. إذا النمر بياكل أونال يمكن يخف ألمي وغضبي شوي. ليك قلب أصلان. قال لي أبي مبارح لو أنه الروس ما تخلوا عنه للسيبيري ما كان صار طعم لأي حدا. الجرح اللي بالقلب بتخليه جواتك، بس إذا بيجعك راسك حتى لو بتضربه بالحيط ما بيهدى. شو يعني؟ يعني قايل انه في شي رح يوجع لكم راسكم. ريها، أبوك لحد اليوم قال لك شي شغلة منيحة؟ نادرا. نادرا. هلأ مو أبوك رفيقه لأبي؟ ما بيفرقني عنك بنوب، ولألي كمان نادرا ما يقول لي أشياء منيحة. قل لي ليش نحن بعيدين عن المشاكل؟ لحتى ما يصير لنا شي يعني؟ زينب قولي لي ليش خليتوني اقراهم؟ شو اعمل؟ خلي خالتي ايشن تقراهم؟ انت الوحيدة اللي فكرت فيها. شو فيها تتطلق؟ ما بعتقد الامر يودي للطلاق بينهم، بس بركي الاخت مريم من شان ابتعد ابوكي عن ناصلي ممكن تكون عاملة هيك شي. صار في ولد بالنص، قلي لي عن شو بدها تبعده؟ أكلناها وخلص. عمر مو عاجبته فكرة الطلاق ولا حبة. اختي أبي ما رح يوقعوا لهدول الوراق. هو إذا بده يضل يشوفها لهديك المرة رح يوقعهم. مستحيل يكسر مشاعر أمي أكتر من هيك. أنا رح أتزوج بالمستقبل، بكرة أو بعده إسراء كمان رح تتزوج عمي. بزواجنا رح يعرفوا إنه إذا بتعمل أي غلط بالمقابل أكيد رح تخسر عيلتك على الآخر. عن أي خسارة عم تحكي يا أختي؟ أمي وقت يلي بدها تطلقه لأبي بابا رح يروح ويتزوج من هديك. ايه يتزوج. إذا كان مختار هداك البيت خليه يعمل اللي بيريحه، بس يعرف إنه نحن مو موجودين. هاتون خليني حطون بمكانه.
خالتي شو رأيك تحكي مع أمي وتقولي لها إنه هذا الشي غلط؟ بلكي بترد عليكي. عمر حبيبي وأنا كمان مرة، والأخت مريم وزينب في معن حق. أنت فيك تتركي لعمو الياس وتروحي؟ عمك الياس أبدا ما بيشبه أبوك، ممكن يتصرف بقساوة بس تعودت عليه وأنا حبيته هيك. بس إذا بيوم بفكر يخونني رح أتركه بدون رجعة. شو بدك ماما؟ انت امك ماتت. ماتت بعرف، وانتي ربيتيني، مشان هيك عم قلك ماما. لا تقولي، والتانية ماتت. شو هاليوم هاد؟ امي لا تشربي مي باردة. بتظني المي الباردة هي اللي رح تقتلني؟ شو حضرتوا الأكل؟ حضرنا، خليني أنا أخبر إسراء أنكم إجيتوا، هي هلأ عند الأولاد. وليش مو بالمطبخ عم تحضر أكل؟ تاركين مرة كبيرة واقفة عند البراد لحالها؟ أنا شو بيعرفني أخي؟ بس ولك بس، قد ما تكون بعيدة عن هدول بيكون لصالحها، مشان ما تشبهون. شو بدك لسه؟ ماما؟ ليش هيك محمر وشك؟ لأنه في عندي شوية خجل، فلهيك عم يحمر وشي. لا يا أمي مو هذا قصدي، بس ليكون نازل ضغطك أو شيء. ارتفع شوي. والسبب؟ السبب مأسرة فيني بعض الشغلات اللي أكلتها. شو أكلتي؟ ما بكفيني الحكي؟ بدك ياني آكل فوق منها كمان؟ طيب أمي طيب، من مين ما أكلتي هالكلام؟ بالشفا إن شاء الله. إيه مو مشكلة خضر، إلا ما تجي على بابي وتقلي يا ماما ما عم بقدر نام مهموم، وقتها ما رح أفتح. أمي متخانقة معك كمان؟ نو، حضرتها راحت شافته لابن خضر وقلت لها انه احفادك رح يتعبوكي لهيك مزعوجه. وانت ليش قلتي لها هيك؟ كانت لا تروح مشان وقت اللي بيسمعوا اولادك ما يضايقوها بحكيهم. امي ظلمتنا كل هالقد ونحن مطالع حسنا ما شاء الله، هي حاطتنا فوق راسها، وفوق هيك رح يتصرفوا معها بالسوق؟ منحكي بعدين، بس معقولة يعني تصير هيك شغلات؟ لا تواخذينا إسراء، مو بس بيتنا معجوق أكتر من بيتكم، في عنا مواضيع كتيرة كمان. انت كيفك يا بنتي؟ أنا منيحة كتير، شكرا. رايحة معزتي لأونال كابلان؟ ايه رحت وكتير انبسطت. ايه صاير حباب دمعوا عيوني، حتى انه فرحان لدرجة إلا تعالي وكوني بنتي المعنوية. وفوق هالشي قايل لها إذا الياس بده يجي ويطلبك خليه يجي يطلبك، وطبعا أنا أكيد رح وافق عليه فورا. هذا تصرف كتير منيح.
إذا بيسألوكي عن أسوأ رجل بالعالم بتدلي علي فورا، ما هيك مريم؟ لا، انت انسان كتير منيح، بس مشان تظهر تصرفاتك المنيحة لازم تخسر شي منك مثل أونال تماما. شو قصدك؟ أخي، نحن بلا ما نتدخل بحديثكم الخاص بدنا نستأذن ونروح. ما حقلكن اقعدوا وتفرجوا على مستقبلكن بلا ما نكون مثال سيء إلكن. إذنكن معكن أخي، مع السلامة. خليني وصلكن. مريم، ايه شو في؟ انت اسمك مريم شي؟ لا بس لانه هي طلعت تنام. ايه، حابة تكون المعركة بالغرفة فليكن. فهمتها غلط. هي مو حابة نتعارك، حابة تنام جنب بنتها على أساس مشان تعاقبني. دخيلك يا ربي. ماما برأيك أراهن شي؟ لو أراهم كنا سمعنا صوتها. ماما ليكي خليه يصرخ لحتى ينفلق وبعدها بيروح من هون. بدي أطلب منك شغلة وحدة، لا تفتحي الباب بنوم. ماشي. مو ناقص إلا نتواصل بالرسائل بهالعيلة المجنونة هي. لك شو هاد؟ إلى قاضي المحكمة العائلية باسطنبول. بالتوازي مع ما سبق فإن استمرار زواج خضر شاكر بيلي مع زوجته خطأ كبير ويؤدي إلى هدم الأسرة والتأثير عليها، لذلك نرى أنه يجب على كلا الطرفين الانفصال والطلاق، وكون أحد الطرفين مقدم الدعوة على المدعو زوجي ليتم الطلاق فلم يعد صالحا لا اجتماعيا ولا نفسيا، وذلك بعد عدة مشاكل كان سببها كلا الطرفين. وحسب المادة 166 من قانون المحكمة العليا تم تقديم هذا الطلب للمحكمة من أجل البت بالطلاق وحضور الدعوة وإجراء ما يلزم. أنا بأرجيك شو اللي بده يلزم. لك مريم افتحي الباب. لا ماما لا تفتحي. لك افتحوا الباب. رح يضل يصرخ لأفتح له. عم بقول افتحوا. ماما بترجاكي لا تهتمي، هو رح يصرخ ويروح، أنا بعرف. عم بقول افتحوا. ماشي، اطلع لفوق لك، بدي احكي مع مرتي. إذا بعدكم متزوجين فما في مشكلة. اطلع. بابا أنت شو عم تعمل؟ هي أمك، مو عم ناديلها مشان أحكي معها؟ احكوا اللي بدكم تحكوه هون. أنت شو دخلك؟ المحامي تبعها، ها؟ هون مكتوب اسم واحد حقير اسمه أوزغور، مو مكتوب اسمك أنت. خليكي هون، راجعة لعندك.
ما فهمت ليش معصب كل هالقد؟ انت كيف ما فهمتي؟ لك شو هي استدعاء للطلاق، وبس توقع عليها بتكون حر. في شي حدا مخبرك انه انا اعمى شي؟ انا اساسا هلا حر. خضر، صار عندك ولد من مرة تانية، وشوي بتكون هون وشوي بتكون هنيك. هالشي ما بصير. إذا كنت حاببها لهديك المرة وحابب إنك تضل معها، بتحط توقيعك تحت، وبعدها إذا بتتزوج منها أو لا أنا ما دخلني. بس وين بتكون مرتاح فيك تروح وتعيش. انا بروح على المحاكم على اساس ضارب شي حدا او قاتل شي حدا، بس انا ما بروح مشان طلق، فهماني؟ إذا بتوقع على هي الورقة ما رح تضطر تروح على المحكمة. ليكي اذا بدك لاقي شي حدا يضربني ويخليني موت، لانه انا بلا ما موت ما فيك تنفصلي عني. وهلا روحي لعند بنتك، روحي لعند بنتك. ردة فعلك هي فهمانتها، بس انت فكر. مين هالمعتوه؟ شو هالمحامي؟ شو هاد؟ يعني هذا أجدب ولا مو سمعان فينا وما بيعرف مين نحن؟ شو يعني يرفع دعوة ضد شاكر بيلي؟ لا، ودعوة طلاق كمان، وبالاتفاق. أخي ليش إمتى نحن اتفقنا مع شي حدا؟ مرت أخوك عم تنفصل عني بالاتفاق مع المحامي. هذا الحكي كله بلا طعمة. معقول يستلم هيك دعوة؟ شو هو مجنون شي؟ طيب هو مجنون ماشي، منروح ومنضربه، وبعدين مرت أخوك رح تضل تنق براسي كل العمر يا الياس. ايه رح أحكي مع مرتك. شو يعني ترفع دعوة؟ انتو في عندكم ولدين وعندهم مدارس وعندهم كمان رفقات، وعنا محيطنا وعنا معارفنا وأصدقائنا، وإسراء موجودة. أخي روقوا والله رح نلاقي طريقة. شو أعمل الياس؟ لك قلي أعطيني شي طريقة من عندك. اللي عم تفكر فيه مرت أخوك كبير بحقي، شو ساوي؟ أنا توصل المواصيل فيني لحد هون؟ أخي لا تعمل حالك مظلوم، أنت عم تحصد يلي زرعته. الياس شو قلتوا لا؟ روح وارفع دعوة على أخوك وقل لهم إنه حابب انفصل عن أخي. بما إنه أنت رايح لعند المحامي قدم دعوة. أخي اللي حابب أقوله بصراحة، المحامي بينحل، لا تقلق، ورح أحكي مع مرتك كمان. بس أنت كمان لازم تخطي خطوة مشان تحسن هالوضع هذا. خلص الياس، يلا روح على شغلك، روح لعنده، وإذا بلاقي شي طريقة منيحة بخبرك فيها. تحرك. أوزغور سولماز. ايه دكتور، أخي لا بيحكي معي ولا بيحكي مع أمي. نحن وقت سمعنا بالحادث اللي صار معه حملنا حالنا وجينا لهون. وحضرتك إذا بتقله أنسجتي توافقت معه، أخي بيموت وما بيقبلها مني. ماشي، بس كيف بدنا نخبي
هالشي عن السيد سليم فهمني. طيب يعني هو يموت؟ خالتي طبعا هو ما رح يموت، بس نحن ما بنقدر نخبي شي عن المريض. ونحن خبرناك عن سر عائلتنا. لا تكسر بخاطر أمي. ايه طيب انا كيف بدي اشرح هالوضع؟ رح نقول له من مين الكلية؟ هالرجال هذا توفى بحادث سير، بتقله إنه إله. لا تخسرني ابني يا دكتور. ابني مو طالب كلية، هو عم بيعطي الكلية تبعه. حرام تكسر بخاطره كرمالي. طيب كيف رح نعمل العملية؟ أنا رح أعمل العملية بمشفى تاني وببعتها من هونيك. معلم سليم، وأنا عملت فحص مشان نقل الكلية. إن شاء الله بيمشي الحال ورح تخلص من غسيل الكلى تبعك اليوم. أنا راضي أعيش بهالوجع طول العمر، ولا أعيش بكلية منك يا إلكار. معلم أنا شو عملت لك؟ خلص لو خضر ما سامحك أنا كنت رح أقطع راسك وأرمي للكلاب كمان. معلم أنا روحي فداك. شو كان بيعرفني إنه هو بده يلعب هاللعبة الوسخة هي؟ بهي معك حق كمان. طلع فيه إلكار، لا تلعب معي أبدا. أنا عطيته أمر للياس، إذا بيشوف شي منك إنه يقوصك دغري بدون ما يسألني. خليها ببالك. إيه؟ أنا معك معلم. خبر الياس إنه إذا بغلط يقتلني. يلا روح من وشي، أكيد في عندك شغل هلا. تمام معلم، خلص أنا بمر عليك. خاطرك. وينه السيد أوزغور؟ ما بعرفه للسيد أوزغور. المحامي أوزغور سولماز، مو كاتبين الطابق. أوزغور سولماز وينه؟ بالطابق الثالث. مرحبا. أهلين. بدنا نحكي مع السيد أوزغور. أوزغور سولماز؟ هو. أنا، تفضلوا. لا نحن بدنا نحكي مع المحامي أوزغور سولماز. الكل بيفكروا الاسم للرجال. تفضلوا، أنا قدامكم، بشو ساعدكم؟ هلا أنت حضرتك ما بتعرفيني شخصيا، أنا الياس شاكر بيلي.
إذا في عندك مكان نقعد فيه حابب أحكي معك. ايه طبعا، تفضل سيد الياس. بتحبوا تاخدوا شاي؟ وحضرتك شو اسمك؟ ما له أهمية، مثل ما قال الياس وأنا عم أقول نفس الشيء. يبدو انكم جايين بخصوص الست مريم. ايه نعم. هي حذرتني وقالت لي رح يجوا ويضايقوكي، بس انا ما قمت من ارضها. قصدك قلنا ما قمتينا من ارضنا يا استاذه؟ يعني بسبب اسم عيلتكم انا بعرفكم، بس هي الدعوة ما لها دعوة اخذ وعطا. يعني هي مالها مثل الدعاوي اللي بتجوا مشانها وبتقولوا هيك منعمل ومنساوي. موكلتي فكرت بطريقة مشان تحمي عيلتها، استشارتني وكتبت لها الاستدعاء. أخوك إذا ما بيوقع على هذا الاستدعاء ما في أي حكم قانوني، وما في داعي لمراجعة المحكمة بنوب. كل هذا الحكي اللي انت حكيتيه هلا انا رح اضطر رجعه لحضرتك. المواكلة اللي عم تحكي عنها مرت اخي، ووظيفة حماية عائلتها واخذ التدابير هي مهمتي انا مو انت. حضرتك ما بتعرفيها لمرت اخي منيح، ما بتستشير حدا، والواضح انك ما بتعرفيه لاخي كمان، وهو مستحيل انه يروح على المحكمة بس مشان يوقع على ورقة فاضية. بالضبط هيك. نحن من سنين ما فتنا على المحاكم وما بدنا اياها. طيب تقولوا لي كيف بقدر ساعدكم؟ نحن ما اجينا نطلب مساعدة. أكتر شي يمكن يعصبني بهاي الحياة يلي بيتدخل بشي مو من اختصاصه. إذا طلبت منك موعد أكيد رح ترفضيه. لا تتدخلي بحياة الست مريم الخاصة. لازم تفهمينا، أنتي صبية وحلوة. انتبهي على حالك. انتوا جايين لعندي لتهددوني؟ لما بتمنعي حدا انه يضر حاله ما انه تهديد. كلامي صح حضرة المحامية؟ مثال، بالوقت يلي حابة ترمي حالك عن الجسر وبيجي وبساعدك بكون عم هددك؟ واضح انه ايد حضرتك واقفة بس لحتى تدفشني عن الجسر. لا، فهمتيني غلط. الياس عم يقول لك انت صبية وصغيرة ولسه في قدامك سنين كتير حلوة، ليش لحتى تنتحري من هلا؟ ما قلت هيك شي بنوب. خليها ترمي حالها، ما دخلني. وقتها بتموتي، ممكن توقعي من على الجسر. تعرفوا انكم عم بتهددوا محامية؟ شو هي بموت وما بعرف شو. قوموا اطلعوا قبل ما اطلب الشرطة. ما سمعتوا كلامي؟ شكلنا بيوحي لك انه منخاف من صوت سيارات الشرطة. برأيك باين علي انه بخاف من التهديد؟ ما بعرفك بنوب، بس انا رح دور واسأل عنك لحتى اعرفك، واسألي عني كمان.
بس لا تسألي محامين الطلاق، اسألي محامين العقوبات. اسألي واعرفي مين أنا. اتصلي إذا خفتي. يلا. شو الياس؟ كأنها عجبتك ما هيك؟ شو قصدك صار؟ قلت لها اتصلي وما اتصلي. مالي شغل معه، الله يبعدني عنها أخي. فهمت علي؟ شو لون كاسة الشاي هي؟ بالمستشفى ما شربت مثلها. شبك يعني اطلب لنا شاي مثل الخلق. في قائمة معريها هيك حجمها، اللي بدك تاكله واللي ما بدك تاكله واللي بدك تشربه واللي ما بتشربه. هذا بيكون رقيب ولا عتيد؟ مين هاد؟ 24 ساعة مراقبني، وهالشاي ما بدي اياه. انا بدي تجيبوا لي قهوة. وانا كمان مو كل شيء بطلبه بيصير، بدك تتعود. شوف، انا عم له لابن اخي سافر وما قبل، عم له سافر على لندن ما قبل. بدنا نتعود. ما رح يروح، لأنه طعم الدم صار بتمه. بعد ما يدوق هي الطعمة، إذا بتقله بدك قشطة وعسل ما رح يرضى ولا رح يدوق. صار يلي كنت خايف منه. كل ما بحاول احميه اكتر كل ما رمى حاله بالنار اكتر. يا خضر، هاي طبيعته إله. يعني انت بتعرف حالك وكمان بتعرفه لأبوه منيح، وأكيد بتعرف أخوك الثاني، بس ابن أخوك ما رح تعرفه. ما عم أعرفه، ما عم أعرفه. إيه معك حق. الإنسان لازم يضل خايف من اللي ما بيعرفه. امبارح مو رحنا على الحديقة؟ ايه، خبرني ريها. النمر كان عم يقطعه قطع. ما تحملت لدرجة اني درت راسي. طلعت على الياس، هو كمان داير راسه. طلعت على البصلان مشان شوف اذا قلبه ارتاح، بس كان عم يطلع عليه بكل برود، وكأنه كان عم يقطعه مع النمر. خضر، هذا أونال وانت مانك غريب عنه. قعدك إلك بالذات على الكرسي وقال لك خلاص انت الزعيم ما في غيرك. وبعدها سليم قال انه نائب على الطاولة هو الياس. الكل قال لا ما بصير هذا الحكي، وأونال قال بيصير. ما كان بقي إلا ابن أخوك. ماتت بنت أونال، هون قال له حق الانتقام هاد من حقك إلك، وجابوا وقعدوا على الكرسي قدامكن. خليني اقول لك هالشي بس، من زمان إذا أي واحد بيصير له شي كانت الشغلة بين اثنين، وهلأ انتو الثلاثة على هديك الطاولة، وانتو الثلاثة محطوطين سوا ببوز المدفع. والسلام. أنت خبرته لأونال عن هذا المكان؟ خبرته وعزمته كمان. سيدي، أنت ما بتحب الاحتكاك القريب لهي الدرجة. ما في أي محبة بين الدول يا نوزت، في علاقات، واللي بيكون قريب بياخد الفرص أكتر من غيره. إذا أونال بيعرف مين حضرتك وقتها
هو اللي بياخد الفرص. كيف جبت له سيرة هالمكان؟ طلاب يلاقوا مكان مشان يقعدوا فيه واحد متقاعد مثلي أنا. اطلع يا نوزت، اطلع. لو بيشوف أونال هذا المكان راح يصدق إني عم دير أجهزة الاستخبارات؟ نوزت، برأيك أنت فيكتور ليش ما عم يجي على اسطنبول؟ يعني ليش لحتى يجي بدون ما ينهي أمور الكل؟ مزبوط. إذا هو مو جاي لهون بده يخلي رجاله هن اللي يشتغلوا شغله. انت نبه خضر وقلب أصلان. أونال قعد قلب أصلان مكانه وهو طلع من القصة، وإذا هذا الولد ما بيقوم من هنيك بينفوه من الوجود. انت منيح؟ لا، بس عم اتحسن شوي. شو عم تعمل إسراء هون؟ اجت تزور السيد أونال. إذا بدكم بيجي بعدين. تعال يا قلب أصلان. أهلين قلب أصلان. أهلين فيكي. مرحبا سيد أونال. مرحبا. مرحبا يا المزبك. أهلين قلب أصلان، تفضل. شفت لي عمك قديش محظوظ؟ عنده خطيبة حلوة كتير. أعمامي الاثنين محظوظين. تشرب كاسة شاي قلب أصلان؟ ما بدي. جيت لأحكي مع السيد أونال عن الشغل. إذا مو فاضي بيجي بوقت تاني. أنا فاضي يا قلب أصلان. أنت وإسراء مو غريبين عن بعض. سيد أونال، قلت لك بدنا نحكي بالشغل. أنا رح روح. إسراء بمثابة بنتي هلأ، فيك تحكي قدامها. قلي نحن سبق وحكينا قدام بنتك الحقيقية عن الشغل. ايه صح، انت معك حق، كنت غلطان. تحججت بأعمالي وبعدت أزلام عني كتير، بس ما رح أعيد نفس الخطأ. طالما حضرتك ما رح تعتبر هذا الشيء خطأ، معناها رح أحكي اللي عندي. لأنه نحن قتلنا السيبيري، فيكتور رح يهاجمنا. إذا ما استخدمنا علاقاتنا بالCIA والموساد ودائرة الاستخبارات الروسية مثل ما وعدتني من قبل، رح نكون تأخرنا سيد أونال. أونال بيك قال إنه ما رح يكرر غلطه، بس الحكي بهيك أمور قدام الناس باستثناء بنتنا إسراء غلط وكتير كبير. وأنا بظن إنه هذا اللي قصده قلب أصلان من الأول يا سيد أونال. المساء أوزر رح يخليك تقابل شخصية مهمة من الCIA المعروفين كتير بالشرق الأوسط، وإنت رح تحكي بصفتك نائبي. هو مطلع على الموضوع، ولما هو يدخل على الأراضي التركية فيكتور رح يعرف. أنا بستأذن منكم. يعني نحن بنقدر نعرف شي حدا فيكتور بيتواصل معه هون؟ الألمان بيعرفوا، وكمان نظمت لقاء معهم بكرة. رح نستضيفكم نحن المرة الجاية،
هنيك ما حدا بيحكي عن الشغل عنا، بنحكي عن شغلات تانية وقت الأكل. مثل ما بدك يا بنتي، مثل مو شايفة أنا هون رجال متقاعد وقلب أصلان عم سير أعمالي. ايه منيح كتير، ومنتعرف على الياس أكتر. شو معنى الاستدعاء للطلاق يا مرت أخي؟ ما عاد في حل تاني قدامي الياس. بس شو معنى انك تروح وتهدد المحامية؟ أنا ما بهدد حدا، بس يعني مع الأسف عرفت إنه محاميكي مرة. إذا بدك تهدد حدا هي أنا تعا هددني إلي الياس. تعالي معي شوي لبرا، لازم نحكي. لطفية جيبي لي شي جاكيت البسه. يا مريم انت مرت اخي، لك فوتي لجوا قبل ما ادعسك برجلي. حاضر فايته. انت مو بس مرت اخي، انا بعتبرك كأنك اختي يا مريم. انا وقت اللي بدك بتحرك، بس قشري لي واشرحي لي هالموضوع بهدوء، خليني افهمك. انت شو اللي عم تحاولي تعمليه؟ يا اما بهدم البيت او بصلحه كلياته. هيك يا تهدميه يا تصلحيه؟ شو يعني؟ احكي. لسه هلأ قلت إني بمثابة أختك أكتر ما كون مرت أخوك. كنت لأمكن بنت أكتر من كني، وكنت أم لكل العيلة، وكنت أخت للكل ودعمتكن. وإذا وصلت العيلة للي وصلت له لأني تعبت أكتر من الكل الياس. كل اللي بينادولي اختي، وكل اللي بينادولي بنتي، واللي بيقلولي مرت اخي، واللي بيقلولي مرت عمي، بدهم يدفعوا ثمن تقليل قيمتي. انا ما بسمح يصير فيني هالشي. لا تسيء فهمي، انا ما بدي شي من حدا، بس بالمقابل ما بدي يكون المرأة اللي بتنهان قدام عيون ولادها وبتضل ساكته. إذا اتطلقت اليوم رح كون خاينة بنظر كل اللي عديت لك ياهن، ورح كون جبانة وعم أهرب، بس رح كون بنظر ولادي الاثنين مرة عندها شرف وكرامة. ما في حدا بشك بشرفك وكرامتك أبدا. إذا ما كنتي موجودة فما رح يضل في عيلة. بس يا مرت أخي، أنت عم تفتحي الطريق قدام الكل بهالموضوع. يعني بدك تنخرب بيوتنا؟ الكل بيستاهلوا. طيب أنا ما بستاهل؟ والصوص ما بيستاهل مثلي؟ الصهر ما بيستاهل؟ مو نحن يلي قللنا من احترام نسواننا وأخطأنا بحقهم؟ أخي يلي غلط. ايه هو غلط بحقك انت، بس تصرفك ما رح يكون غلط بحق أخي لحاله، رح يكون غلط بحق كل واحد من هالعيلة. شو أعمل الياس؟ بتحب روح لعند نظلي وهزلها ابنها لينام؟ ما بكفي المرة ولدت ابنها بحضني تقريبا، شو لازم أعمل كمان؟ كل ما بتقولي لي ناظلي بتخليني جن يا مرت أخي. انت بس قولي لي وقف ضد أخوك واقتلها لهديك وخلصونا، وبتشوفي. وإذا لزم الأمر بخلي أخي يتبرى مني
لا ومستعد كمل كل عمري بالسجن. ايه يا مريم، شو بدك بعمل؟ كل شي بيهون كرمال سعادة هاي العيلة. هذا هو الحل؟ أنا جربت حل تاني بيشبهه الياس، متذكر مو؟ أنا بنفسي عطيت أمر إنه مرة حامل تواجه الموت، وحاولت أقتلها كمان، بس ما نجحت، ولساتني لهلأ عايشة بعائلة طلاق فيها ممنوع. سبق وجربت يا الياس، بس انت اياك تقلد اخوك بهالشغله، وما بدي بنتي تقلدني كمان. مرت اخي، ليكي انا ما حكيت معك بهالنبره من قبل ابدا. مستعد اقتل هديك المرة واخذ الولد منها وجيبه وحطه بحضنك انتي، وبعدها بسلم حالي وبروح على السجن حتى اهرب من اخي وخلصنا. لا تخليني اعمل هيك. شو هالوردات الحلوين هدول؟ ما كان في داعي تعذبوا حالكم. العفو، ما عملنا شي. عن جد رجعت الفرحة لبيتنا. مزبوط حكي يا أخي؟ عن جد خير ما عملته بزيارتنا. أنا وأختي كتير كان ضايق خلقنا. ايه ونحن انبسطنا، أساسا ما عم نطلع من البيت. صح، ما رح يضل الوضع على هالحالة بتشوفوا. السيد آتش عنده شغل كتير. صح، يعني ليش ما أجا آتش؟ رح يجنني على قد ما بيتأخر على مواعيده. أختي بي؟ تفضلي قولي. إذا طلبت منك شي بتلبيني؟ ولو العفو يا بنتي، اطلبي شو ما بدك. تعرفوا إنه ابني يونس إجا بظروف كتير صعبة، بالواقع كنت بدي طهره أول ما ولدته، بس يعني ما زبطت. وأنا بعد ما تشاورت مع الأخت أمينة حبيت إنك تكون المسؤولة عن طهور ابني. بنتي، أنت عن جد عم تحكي؟ طبعا إذا ما كنت عم تقل عليك. شو هالحكي بنتي؟ المسؤول عن الطهور بيكون أقرب من العم والخال للولد. ما كنت بعرف عن جد. وقت إجا ابنه الكبير لخضر خلى سليم يتولى هالمسؤولية، ووقت أخي زعل منه لأكثر من 2 سنين. أنا طبعا لسه ما خبرته لخضر، بس متأكدة ما رح يعارض. مكانتك عنده مختلفة عن الكل. نورتان، هذا الولد مسؤوليتي، هاتيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تعال تعال. مين رح يكون مسؤول عن يونس؟ أنا رح كون، ما حدا غيري يا أمينة. رح أحط لك ساعة ذهب بإيدك، ورح لبسك سترة وجيب لك درع من الذهب كمان، ورح أصنع لك أحلى سلاحة من الذهب. رح تكون رفيق الذهبي، كلياتك يا يونس ذهب. أنا لبستك عقد من الألماس، ورح لبسك ألماس من راسك لرجليكي كمان. حتى لو صار عن تيبي ولد ما كنت رح حبه قد ما حبيت ابنك وتعلقت فيه.
كيف حالك نورتان؟ الحمد لله، كلهم عم يستنوك. خير، شو في من عند الصبح؟ نازلي طلبت من تيبي يكون مسؤول عن طهور يونس. مين نازلة ومين يونس وطهور مين؟ شو في؟ تيبي واخته امينه فرحانين كتير بالمسؤوليه، وعم يفكروا فيك عريس ليران. شو عم بتقولي كمان؟ تعا آتش تعا، شوف رفيقي الجديد، تعال. رفيق شو عم بتقولي يا أغا؟ أنا المسؤول عن طهور يونس ابن خضر، ونائبي هو يونس، ومن بعد هلا إذا قالوا لي موت بموت. طيب وإذا قالوا للمسؤول عن الطهور اسحاب حالك وانقلع. عتيش، تعال خليني أعرفك على بناتي. نازلي مرت خضر. تشرفت بمعرفتك. الشرف لإلي. وهي أحلى وحدة بكل بناتي، هي ياران، هي مهندسة معمارية. تشرفت فيك يا أختي. وأنا تشرفت كمان. قال أختي رح تصير موظفتك، انتبه شو بتقول. تشرفت بمعرفتك يا زياران. أختي تعي لقلك خدي رفيقي يونس من إيدي. تعال. لأنه بدي أشرب فنجان قهوة مع آتش. نورتان. يا روحي أنا حبيبي، ادخلي الوش الحلو، شفتي عم تضحكي. آتش، شوفي شو بوشك؟ ولا شي، بس فتت من الباب بالأول ومين بشوف؟ واحدة هي ام ابنه للمعلم خضر، والتاني رح تشتغل عندك. شو عم بيصير؟ شبك لا تكون حاسدني على هاليومين الحلوين. على شو بدي أحسدك يا روحي؟ بما أنك أنت المسؤول، شغلها البنت لكان. والله إذا أختي أمينة وصتك فيها معناها في شي. يا أغا، أنا ومحمود رفقة كتير وما بخون. قلت شغلها يا آتش، مو حطة بحضنك. ما بشغل يلي مو بحضني يا أغا. أنت ما بتفهم. يونس مين؟ أنا المسؤول عنه بس. ياران مين؟ بتكون خالته. بدك تاخد خالة الولد اللي أنا مسؤول عنه. باخدها بشغلها وهي بحضني إذا بيناسبك. يسلم نورتان. نورتان اطلعي لبرا. آتش، ما تضغط علي كتير أحسن ما أطلع بروحك. أهلا وسهلا أخ ثروت. نورتان، مو عم تهتمي بيونس؟ إيه شو لكان؟ طيب أنت شو عم تساوي هون؟ لأنه الكل موجودين هون. شو قصدك الكل؟ الأخ تيبي والأخ آتش ونازلي وياران والأخت أمينة. خير إن شاء الله. يعني صاير شي؟ نازلي خلت تيبي مسؤول عن الطهور، والكل مبسوط بهالخبر. طيب تفضل فوت. لا، في عندي شغل. هدول
إلك. اي صح، قولي لأمينة هدول جماعهم ثروت بإيده ورقة ورقة. يلا بخاطرك. الو، لازم نلتقي البصلان. عندي مشوار بالاول وبعدين رايح على المشتل. اخي بنلتقى هنيك. الموضوع كتير مستعجل، تعال عندي بس تخلص شغل. تمام اخي، جاي. يعني ما عاد بدك تروح على المقبرة معلم؟ بدي روح على المقبرة. مثل ما وعدتك يا أوزلان، أنا رح أجي، ما بتأخر. بخلص شغلي وبيجي لعندك. يلا عمي رد. عمي عم تسمعني؟ لكوهبي انقطع الخط وانا عم حاكي قلب اصلان، يمكن خلص شحنه. انا ما فهمت عليه. اذا كان عند البير لاقيه وخليه يحاكيني فورا. ايه ماشي ريس.
أهلين فيكي أنت ويونس. كنت جاي لعندك المساء، بس ما تكوني متضايقة مني ومزعوجة. إذا بتحبي بقوم بروح. لا ما انزعجت. خضر انت تصرفت بدون ما تسأل، وبعدين انت توترت، لهيك حبيت خبرك. من جديد يا نازلي؟ شو بتقصد؟ شو بيعرفني بتساوي شغلات بلا ما أنا أعرف. بس هذا كان بالماضي. قولي لي هلا شو ساويتي؟ أنا ما بعرف إنه الموضوع مهم لهالدرجة. سألت تيبي إذا بيحب يكون المسؤول عن طهور يونس. إيه وهو انبسط كتير. يعني شو في هذا الشيء؟ ما بعرف، بس وقت انبسط تيبي فكرت إنه في شيء مهم وساويته بدون ما أرجع لك وأخذ رأيك. لا كتير منيح هيك، ما بلاقي أحسن منه. حتى أنه هو مزعوج مني بسبب عمر ابني. كنت مفكر بحدا غيره؟ فكرت بشاهين آغا، بس لو خلينا الآغا البقية كانوا رح يزعلوا. تيبي بيخوف الكل هون، لهيك بيزعلوا شوي وبعدين بيرضوا. دخيله ريس لازم تيجي فورا. شو فيها وهبي؟ أخذوا قلب أصلان. شو اللي عم تحكيه؟ خطفوه يا ريس. اجا الريس. شو اللي صار؟ ريس كنا بالمقبرة وعم نقرا الفاتحة، كان قلب أصلان واقف عند القبر وأنا عند السيارة. وليش عند السيارة؟ عم تحميها يعني؟ أنت اسكت الياس! قام فجأة ضربوني على راسي من ورا وما لقيت حالي غير غميان. فتحت عيوني ورحت فورا لحتى أشوف وين قلب أصلان. دورت عليه كتير بس ما كان موجود، وأنا عم دور لقيت آثار رجلين بكذا مكان بالتربة وما لقيته لقلب أصلان. شبكوا شو ناطرين؟ لاقوني قلب أصلان هلا! يلا تحركوا، أكيد الروس يلي عملوها. دوروا منيح، يلا يلا. قول وين أسلحة فيكتور؟ خلص رح احكي. كشف وشي وانا رح احكي. افتح الكيس. ما تحاولوا تسألوني شي على الفاضي، على الحالتين ما رح جاوبكن، حتى لو بدكن تموتوني. ما رح تقول وين أسلحة فيكتور؟ قولك رح يحكي ولا لا يا ريس؟ ايه ان شاء الله يحكي.
إذا حكى رح يقول اسمي، ووقتها رح يجوا الرجال ياخدوني فورا. قالولي في غيره بيعرف محل الأسلحة؟ أتش هو الوحيد. إذا صار أي شي معناها من أتش. شو علاقتي أنا يا آغا؟ إذا كان فيكتور يلي أخذ قلب أصلان فهو أكيد رح يخليه يحكي، بس هو ما بيعرف شي وأكيد رح يعطيه اسمك. برأيي إنه فيكتور، ما حدا غيره بيساوي هيك. إذا كان فيكتور ليش ما خطفوا وقتلوا يا إلكار؟ شو راكد ورا قطعة سلاح؟ برأيي رح يساوم الرئيس خضر، وبيجوز إنه يتمرد عليه. رح يتمرد على الرئيس مع السيد أونال، أنا متأكد. قلب أصلان نائب أونال. أونال بيك، شو رأيه بهالوضع وزار بيك؟ هلأ استنفر الكل كرمال قلب أصلان. وشو رح نساوي يا ريس؟ الياس هلأ بالشارع عم ياخد إفادة كل حدا روسي، بس إذا ما استفدنا شي يمكن يرموا جثة قلب أصلان، أو حيحطوا شرط ما رح أقبل فيه، طبعا مقابل إني أخده، أو رح يموتوا حتى يحرقوا قلبي. معقول ما تقبل شرط كرمال قلب أصلان يا رئيس؟ هاي قائمة الفنادق اللي بيروح عليها فيكتور، فنادق، بارات، ملاهي، وكل الشركات اللي يمكن له علاقة فيها. لازم نعرف وين بيتواجد بالضبط لما بيجي لهون فيكتور، على اوتيل ولا على بيت؟ أنا قلت هذا الشيء يا فخري، لا تفكر إنه فيكتور مثل السيبيري أبدا. بيجي بأغلب الأوقات وبينزل من الطيارة، بيخلص شغله وبيرجع وما حدا بيعرف، بس هي المرة ما إجا حتى. إذا كان ما عم يجي لهون معناها في حدا عم يخلص له شغله. الموضوع بيخص قلب أصلان. هلأ بدك تضل هون وتناقشني؟ ولا بدك تروح وتشوف العناوين وتحاول توصل لأي شيء بيخص القصة؟ إذا عرفت أي شيء رح أتصل فيك. السيارة يلي عليها هي اللوحة استأجروها من هون، ما بتتذكر مين استأجرها؟ معلم ما عاد بتذكر مين يلي احكي مين يلي استأجرها قبل ما تطلع روحك. نحن بنشتغل بالسيارات، لا تكذب علي. مين يلي استأجرها؟ الياس، هاي لقطات الكاميرا الواضحة، ظن فيها كل شيء. الصور مو واضحة. ولك احكي ولك، يلا فرجينا. مساك صوص، لاقولي هالكلب يلي بالصور. ماشي يا الياس. الكل بيعرفوا انك تشتغل مع فيكتور. اعطيني اسم الشخص اللي بيشتغل الشغل هون بالنيابة عن فيكتور. نحن ما بنعرف فيكتور ولا حتى غيره. انا ما عم اسألك اذا بتعرف فيكتور يا غبي، احكي مين هو، اللي شو اسمه. مع مين بيتواصل؟ شخص اسمه أرتر.
مين أرتان؟ مين بيكون أرتان؟ قصدك أرتان ما غيره؟ ايه اخي هذا هو. شو هادي اللي عاملينه؟ لا تكونوا مفكرين حالكم بسينما او عم تعملوا شي عرض. ارتان بيعز علينا. اصلا انا حكيت كل شيء يا الياس. ليش؟ لحتى اشتغل مع فيكتور. يا صهر، بدي عزبك جيب صحن التلج لو سمحت. اسمعني، أنا صاحب هالبار، بيجوا الروس وبيجوا الأمريكان، بنشتغل مع الكل يعني. هالمكان للتسلاية. حاجة لاي، أنا ما سألتك مين بيجي لهون. تلج منيح، بخفف الوين. تجرب؟ معلم، الصبح اجى شخص لهون وقال انه بده سيارة وانا اجرته السيارة. ايه، وانا عم دور على هذا الشخص اصلا. هو باكثر آي وصاحب فندق هنيك واسمه ارجمر. مفكريني عم العب كل واحد بيعطيني اسمه مكان شكل؟ شو هذا يا وهبي؟ من شان يضل معك ريس. ليش؟ عم نهاجمه من كل مكان، ما ضل شي حتى نعمله. وإذا فيكتور رح يتصل فيك. ما رح يتصل، ما حدا رح يتصل. لو بدهم يتصلوا كانوا اتصلوا من زمان. راح ابن الغالي يا وهبي. انت شو عم تقول ريس؟ كيف بدي سامح حالي على هالعملة؟ كل شي بسببي أنا. إيه، كل شي صار بسببي. انت ما غلطت بحق حدا يا ريس. أنا غلطت يا وهبي،
غلطت. عبدت الشهرة وركضت ورا المصاري بهالحياة. عبدتها يا وهبي. ما قدرت اتركها، ولو كنت تركتها ما كانوا كل حبايبي تركوني وراحوا. شوف أكبر عقاب الله عاقبني إياه، دفنت أغلى الناس. دفنته لأخي، وبدي أرجع أدفن ابنه كمان. أقسم بالله رح أدفن حالي بالتراب وأنا عايش. شو انت ما بدك تحكي؟ فيكتور عم يتصل. قل له لفيكتور خلينا نقتله لانه ما رح نستفيد منه شيء. فيكتور أمر نقتله.